يا مرحبا يا ابو خالد، انت وربعك شرفونا سمير الجشعم واخوانه ابو ابراهيم وابو صقر. مرحبا بهم. ورائد وابو غلا. يا هلا وغلا. مرحبا والله ومسهلا، شرفتونا في مكانكم والله، انها من اسعد الليالي وابركها. شوفت الغالين امثالكم يا رب. والله عزيزين وغاليين وتستاهلون والله الواحد. الله يعزكم ويرفع مقداركم ويجيكم والله. يا مرحبا ومسهلا. ابو غلا، تذكر الفيديو اللي صورته في بيت الربع قبل سنه تقريبا، قبل التصوير اذكرك فيه؟ نعم صحيح. كانه امس سبحان الله. مر طال عمرك علي كأنه في لحظات، في دار ما هي بداري، وفي أمريكا بلاد غربة. جيت الرجال طال عمرك لا عرفه ولا يعرفني. ايوه نهائيا. موتري صابت في حصل فني، ما عندي خبر. حطوا لي بطاقة حمراء، الآر محمر، يعني موتر أنا ما بداري. جيتهم وقلت يا ولد أنا أبغى أخلص موتري وأصلح موتري. قال موترك ما يتحرك مستحيل. قلت ليه؟ قال موتر بيمسكونك الشرطة. قلت طيب دوري فندق حولك. اعطاني نظرة كذا مع بسمة ما ادري، قال ان شاء الله ابشر. ابو خالد. المهم خلصنا ودخل موتري طال عمرك ووداني البيت. لا وين الفندق؟ وداني البيت طال عمرك ورحت البيت. هوا والدلال والخير والرجال راح بدل لبس الشغل قام غتر وعقال. المهم قعدت وسوى قهوة الشقرة طال عمرك والدلال بالثوب ما شاء الله تبارك الله. يا حريم العلم غانم ابو خالد، هو ربعه كله. شوي هذا المجلس يوم ضاق من الرياضيين جو اخوان شمه بثيابهم كلهم شمر. قلت يا ولد هذا وش ولد؟ شكيت انك ما انت في امريكا. طالعين. قلت طيب الفندق قال ان شاء الله. شوي انا مسوي لي كرامه في الروضه لا بحلم وهو يعرفني. اول شيء قال انت مري، قال ما انت قلت انا مري. قال مرحبا ونعم ونعم. المهم طلع معكم سوى كرامتي وجاب فراشي. قال هذا فندق. وامسيت وعينت خير واصبح من الصباح صلح الموتر وضبط الموتر وراح معي ونجح في حصل مني. عقبها طال عمرك صورتها في سناب، شفت اللي انا شفته. جاوا الناس ما ادري كم شاعر قصد فيه، هو يستاهل والله. كم شاعر؟ يمكن 18 شاعر. 18 شاعر. 18 شاعر؟ صدقوا ما اعرفهم انا. ايه بعد الفيديو ذا انتشرت السنابات انتشار غير طبيعي. جاتني التليفونات انا ما ادري والله. جاتني التليفونات. انت ابو خالد شكيت تقول يوم جاتك اتصالات؟ والله جاتني اتصالات من الخليج والكويت والسعوديه. خير قالوا وش مسوي؟ انا ما مسوي. اي والله ما مسوي والله شيء. قالوا لا القطري وما ادري شلون. والله اني ما ادري شيء يعني صراحه يضرب هذا الضربه. وصلت؟ اي والله الحمد لله علم غانم والحمد لله. تستاهل. بايدن صحة مناك يا ابو محمد. والله يستاهلون. نعم والله نعم. زايريننا. وانتشرت المقاطع وذا جوال اخينا ابو خالد الجشعمي من الشعراء اللي يرسلوا له وهو بداري من وين. كم قصيدة يقول جاتها؟ والله ما ضابط عددها لكن هذول يقول بايدن انا بوصيك من عبر الرسالة اجعل لنا بيت الجنابي سفارة. الجنابي من الجشعم. ونعم يستاهل وخالد بايدن ورقة. انا بوصيك عبر الرسالة اجعل لنا بيت الجنابي سفارة فعله يخلد بين صفحات الاجيال. سمير ابن حادور ستر وطهارة. طهارة. والشاعر الثاني يقول لو ينبني لسمير مليون تمثال قليل في حقه ومكانه ووقاره. ما هو غريب وكلمة الحق تنقال ترى الكرم عنوان بيته وداره. يا راعي النوماس يا ذرب الافعال يا كاسب فخر الزمان بجداره. بيض وجههم الشعراء. والثاني يقول ما هي جديدة ان تغنوا بالافعال افعالهم لليوم بعد الصدارة واصوات ابو خالد تدرس الاجيال ما تنطفي في ليلة الغرب ناره. والثاني يقول الاشعمي في كل دولة لها افعال متعود على السطر والجسارة. كفو. فعل الجنابي ندرسه عبر الاجيال اللي بدار الغرب يطنخ نعاره. هذا يقول المدح في مثل شرواك ينقال يا سمير الجنابي طيب ونماره. اقولها وافتخر بذرب الافعال سطرت بالتاريخ اروع عباره. والمري قالها عبر الارسال القشعمي معرفته اكبر تجاره. قبل وجه الشعراء والله ما قصروا وانت تستاهل. رديت عليهم انا. هو رد عليهم مو بداري مشهور عندي متابعين ما يدري عندي قاعده جماهيريه انتشرت في مشارق مغاربها ويستاهل. استاهل. وش رد؟ هذا رد ابو خالد على الشعراء. يقول يا حمود بن شاهر يا طيب الافعال يا اللي على النوماس فيكم شطاره. الجشعمي دايم من عبر الاجيال ابداهم اللي ما يحسب الخساره.
وحمود بن جوبال للجود مدهال. عز الرفيق وعز هاك الندارة، علومكم بالطيب تدرس للأجيال الجشع مطروح في كل حارة. يا محمد الويسي يا طيب الأفعال، يلي على الكلفات يقدح شرارة، انتم سندنا وعون للحمل لا مال الجشع المطنوخ في كل حارة. وفيصل بن صالح للجود تمثال، يا كاسب النوماس فوز بجدارة، عز للرفيق وعون مضرب للامثال الجشع المطروح في كل حارة. ابن عجاج المدح بشرواك ينقال، يا الشاعر الوافي كبار شباره، انتم سنام العز والنعم ينقال الجشع المطروح في كل حارة. والبرطماني يعز نواس وعقال، بالطيب والمعروف باني جداره، المدح يسنافي بالعصات ينقال الجشع المطروح في كل حارة. وابن حلو بالشعر وافي بالامثال، القاف لو ما طاع صاغت افكاره، لعزوة بالقوم سلبين وثقال الجشع المطروح في كل حارة. وحمدان بن وبدان لو يبعد ميال، حاضر ابو عزوز باول نهاره، ونعمين يا حمدان للطيب مدهال الجشعمي مطنوخ في كل حاره. وشيوخنا ثويني عريبين الانسان، اهل الكرم والعز واهل الاماره، لطامة العائله على كل من عال، حريبهم مهزوم في كل غاره. هذا رد على الشعار اللي شعروه فيه. اي نعم. يستاهل. رد بسيط لكن هذا اللي نقدر عليه. بيض الله وجهكم.